الدولي بمدينة الرياض الذي اعتنت به الرئاسة العامة لرعاية الشباب كواحد من الملاعب السعودية التي واكبت النهضة والتطور منذ عهد بعيد، وتواصل الرئاسة العامة لرعاية الشباب عطاءاتها في مختلف ملاعبنا بل في خدمة شبابنا في كل مكان. نحن وإياكم اليوم أيها الإخوة المواطنون، أيها الإخوة الرياضيون، نفرح بوجود سيدي صاحب السمو الملكي الأمير الامير عبد القادر مساعد رئيس نادي الهلال والسمو الموافق مساعد تشرفان بالسلام على سمو عالي شفاه الله ورعاه، ويتلقيان التبريكات من اصحاب السمو. سلام شرف لك بطولة ان نسلم عليك. الله يحييك. الله يسلمك. الله يعمرك. تشرفون الامير عبد الرحمن والكابتن يستلمون الكاس من يدكم. الله يحييكم. الله يطول عمرك سيدي. الله شرف عظيم ان الله يطول عمرك سيدي. يرفع الآن كابتن فريق الهلال كابتن السلام الملكي السعودي. فريق نادي الهلال يعبرون عن فرحتهم بهذه الكأس الغالية وسط صيحات الجماهير التي ملأت الوقت الذي غادر فيه صاحب السمو الملكي.
متابعينا لكأس سمو ولي العهد للمرة الخامسة على التوالي، وهذا إنجاز، وهذه الصورة مع لاعبي الفريق الهلالي. طبعا عموما إذا متابعينا الفرحة والاتجاه إلى جماهير الفريق الهلالي في الطرف الآخر بعد أن شاهدتم معنا الصورة الواضحة والاحتفال بهذه البطولة بالنسبة للاعبي الفريق الهلالي. أحد اللاعبين اللي حاضر غايب في هالبطولة، غايب عن المباراة حاضر في هالبطولة، عبد العزيز الدوسري. قرب لي شوي. هي ما تحتاج كلام عبد العزيز، نقول لك مبروك الانتصار، مبروك هذه المباراة في البداية لمن تقدم هذه الكأس. الله يبارك فيك. أول شيء أقدمه يعني للجماهير اللي حضرت والإدارة واللاعبين والمسؤولين اللي يعني حفزونا المباراة هذه، والحمد لله حققنا الكأس، وإن شاء الله بداية خير إن شاء الله في الموسم ذا. في هذه المباراة بالذات 20 دقيقة كان فيها هدفين، الكل سلم بأن المباراة قد انتهت بالنسبة للهلال. الشوط الأول يعني الحمد لله كان فيه استحواذ يمكن الهلال، لكن الشوط الثاني كان الله يبارك فيك كان يعني الاتفاق كان أفضل منا شوي، لكن الحمد لله أهم شيء انتهت المباراة فايزين الحمد لله. عبد العزيز، هذه الميدالية بالنسبة لكم أنت ميداليتك اليوم وين بتروح؟ والله بتروح البيت عند الوالد والوالدة والإخوان. اليوم الهلال يحقق هذه البطولة في مشوار الدوري، تعطيه أفضلية، لا يزال السباق موجود ما بين الهلال الأهلي والشباب، لكن الروح المعنوية تكاد تكون أكبر لدى الهلاليين الآن بعد هذه البطولة. أكيد البطولة هذه راح تعطينا دافع أن نقدم في الدوري، ولسه باقي يعني باقي الشباب إن شاء الله يتعثر والأهلي، وإن شاء الله نوعد الجماهير إن شاء الله نقدم أفضل ما عندنا، نسعدهم بالدوري إن شاء الله. كيف الفريدي اليوم؟ فريدي ما أتكلم عليه إن شاء الله عليه، الله يعطيه العافية. عزيز اليوم ما كان موجود في المباراة، خليه بعيد. عزيز ما كان موجود اليوم المباراة، لكن الحمد لله يعني اليوم الشباب ما قصروا فيهم الخير والبركة. عبد العزيز قدم مباريات في كأس ولي العهد السابقة كبيرة وسجل أهداف ونشكره، لكن الإصابة اليوم ما خلته يلعب. يعطيه ألف عافية حبيبي. طيب